في ناس بيكبروا بالعمر، وفي ناس كل سنة بيكبر حب الناس إلهم أكتر وأكتر. واللي صار بعيد ميلاد الفنانة أصالة نصري خلى الجمهور يتأثر بشكل كبير، وخاصة بعد الرسالة المؤثرة اللي كتبتها بنتها شام، واللي خلت الكل يحكي عن العلاقة القوية بينهم. خلونا نشوف شو صار بالكامل. احتفلت أصالة بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية دافئة، وكانت محاطة بأبنائها وحفيدتها بأجواء مليانة حب وفرحة. أما المفاجأة اللي خطفت الأنظار كانت الرسالة اللي نشرتها ابنتها شام الذهبي عبر إنستغرام، لما شاركت صور الاحتفال وكتبت: كل عام وإنت الدنيا وما فيها وتاج راسنا. والصراحة الكلمات أثرت بالناس كتير، خصوصاً إنها بيّنت قديش العلاقة بينهم قوية وقريبة. وما وقف التفاعل هون، عدد كبير من النجوم دخلوا وعايدوا أصالة، ومن بينهم الفنانة هند صبري اللي كتبت: عيد ميلاد سعيد أيقونتنا أصالة. وكمان الفنانة كندا علوش شاركت صور تجمعها بأصالة، وكتبت كلام مليان محبة وصداقة، ووصفتها إنها أختها ونجمتها اللي بتشوف حالها فيها. لكن في نقطة تانية لفتت انتباه الجمهور بشكل كبير، وهي ظهور أصالة مؤخراً مع بنتها شام وهم يحتفلوا بقرار رفع العقوبات عن سوريا بالتزامن مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية. وشاركت شام صورة إلها مع والدتها، وأمامهم كيكة على شكل قلب مقسومة بين العلم السوري والعلم السعودي، وعلقت عليها بجملة: الفرحة سورية سعودية. الجمهور اعتبر الصورة مليانة رمزية ومشاعر، وتفاعل معها بشكل واسع على السوشيال ميديا. وبصراحة أصالة طول عمرها معروفة بعلاقتها القوية مع أولادها، ودايماً منشوفهم معها بكل المناسبات، وهذا الشيء أكتر إشي بحبه الجمهور فيها. وبرأيكم شو أكتر إشي مميز بعلاقة أصالة مع أولادها؟ اكتبوا لنا بالتعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك.